عشان البطاطا ما تاخدش منك وقت طويل في الغسيل، انقعيها في المية لمدة 5 دقايق، وبعد كده سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي اغسليها بالفرشة كويس جدا. لما تنقعي البطاطا في المية، الطينة اللي فيها هتتشال بكل سهولة وبساطة. اغسلي الخضار الطيني كله بنفس الطريقة، لازم تنقعيه كويس جدا قبل ما تغسليه عشان ينضف معاكي بكل سهولة وبساطة. بعد ما نضفت البطاطا وغسلتها كويس جدا بالمية والفرشة، هبتدي بقى اخد طبقة صغيرة خالص كده من اول الحباية، وطبقة كمان من اخر الحباية، علشان يعني كده تبقى نضفتيها وبقت تمام التمام جاهزة للطهي على طول. في حلة او في طاسة او في وok، وهبتدي ارص البطاطا، وبعد كده هنزل عليها بمقدار كوباية من المية، ودي الكوباية اللي احنا بنشرب فيها الشاي. هبتدي كمان ارش عليها حوالي 3 معالق من السكر، ودي المعلقة اللي احنا بناكل بيها الرز. هحط البطاطا على البوتاجاز واسيبها تغلي لمدة دقيقة على نار عالية جدا، وبعد الدقيقة ههدي النار عليها واغطي عليها لمدة ربع ساعة، وبعد ربع ساعة هبتدي اكشف عليها الغطا وهقلبها الجنب التاني، وبعد كده هغطي عليها واسيبها كمان مرة ربع ساعة. خلي بالك النار لازم تبقى هادية جدا. وعايزة اقولك ان كوباية المية الصغيرة اللي انت حطيتيها هتسوي البطاطا، ما تقلقيش، البطاطا اصلا في الطبيعي بتاعها بيبقى فيها نسبة مية عالية جدا، فانت لما تهدي عليها النار خالص هي كمان هتعصر المية اللي جواها وهتستوي بالمية اللي انت حطيتيها. اهمها خطوة ان انت تكوني موطية النار جدا، وكمان من وقت للتاني كل ربع ساعة كده تكشفي الغطا وتقلبيها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسن الشوكة بقى او بسن السكينة وتشوفيها كده استوت ولا ايه، وانا شايفاها ان هي كده استوت وبقت تمام التمام. حتى السكر بدأ خلاص بالكرمل اهو. هبتدي اقلبها على الجنب التاني لحد ما تتكرمل خالص وتبقى زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كان طعمها حلو خالص وريحتها جميلة. طبعا الأكل أذواق، حابة تسيبيها على كده وتقدميها تمام، حابة تحطي لها فحماية تكوني مولعة الفحماية على العين التانية ورشاها كده برشة زيت صغيرة وحطها في ورقة فويل وحطها في قلبها تمام. حابة تسيبيها على كده تمام. طيب وايه الأحسن ان انتي تسيبيها على كده؟ هو أصلا الكراميل اللي فيها بيديلها طعم حلو وريحة جميلة، لكن حكاية الفحم دي بصراحة أنا بحثت عنها ولقيتها علميا كده يعني وصحيا مش كويسة جدا، فبصراحة ما عملتهاش علشان ما تعملوهاش. بصوا بقى البطاطا دي بقى كنت عاملاها كمان الأسبوع اللي قبليها وصورت الحتة الصغننة دي، كانت خطيرة، عاملاها بنفس الطريقة برضو، هي كوباية مية وسويت بيها البطاطا مع رشة السكر طبعا. أهمها خطوة في عمل البطاطا اللي بالطريقة دي ان انتي تكوني مهدية النار كويس جدا جدا جدا، وكل ربع ساعة لازم تقلبي البطاطا علشان تستوي معاكي من كل الاتجاهات. لو البطاطا صغيرة هتاخد معاكي نص ساعة تسوية، ولو البطاطا كبيرة ومحملة هتاخد معاكي ساعة تسوية. الطريقة دي بقى هتعجب الناس اللي عندها أنبوبة، هتعجبهم قوي قوي قوي، وهيكونوا في قمة السعادة والانشكاح، لأن البطاطا في الفرن بتاخد مدة طويلة قوي على بال طبعا ما الفرن يسخن والبطاطا تستوي وشغلانة. لكن الطريقة دي على العين من فوق بصراحة سهلة جدا، وكمان طعمها والله خطير، السكر كده لما بيتكرمل عليها بتبقى تحفة. جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله هتعتمدوها ومش هتبطلوا تعملوها. فتحت القناة علشان تكون مصدر دخل ليا، علشان أنا بصراحة مش هخبي عليكم، أنا مش عارفة أشتغل برا،
بسبب إني عندي بنتي الصغيرة من ذوي الهمم وكمان مريضة، فربنا يشفيها ويشفي كل مبتلى يا رب. فبالله عليكم أستحلفكم بالله حطولي لايك للفيديو واشتركوا في القناة وشيروا الفيديوهات اللي فيها، وكمان اكتبولي تعليق محفز، ولو حابين حاجة معينة اكتبولي تعليق وأنا أعمل لكم الوصفة اللي انتوا حابينها، وبأمر الله هنزل لكم فيديوهات في قمة الجمال. إن شاء الله بأمر الله هتستفادوا منها على الآخر. ومع ألف سلامة.